السلام عليكم. الزمالك للموسم الثالث على التوالي ما بيصعدش من المجموعات بعد ماتش القضية ممكن ونهائي الأبطال ما بين الأهلي والزمالك فعلا تحس إن الماتش ده كان نهائي النحس عليه، ما عداش بعد كده من المجموعات. ولكن اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك حاليا أنا شخصيا طلعت وقلت اللعيبة دي انا واحد من الناس مش مستني منها تعمل اي حاجه، لان اللعيبه ديت ما عندهاش حاجه، فاقد الشيء لا يعطيه. اللعيبه دي ما عندهاش عشان تقدم حاجه لنادي الزمالك، يعني هي مش بتبخل على نادي الزمالك. واحد زي دونجا ده ما عندوش، ممكن اقول لك اسوأ لعيبه موجوده في نادي الزمالك الايام دي. انا واحد من الناس كمشجع لنادي الزمالك ممكن اقول لك من 2001 ولا 2002 ما شفتش اسوأ من اللعيبه دي طول حياتي في نادي الزمالك. في لعيبه في نادي الزمالك الايام دي ما تستحقش تعدي من قدام بوابه نادي الزمالك. مش هقول لك ما ينفعش تلعب في نادي الزمالك ولا ما ينفعش تلبس قميص نادي الزمالك ولا القصص دي، ما ينفعش تعدي من قدام بوابه نادي الزمالك. لاعب نص الملعب اللي احنا فاهمينه ان هو اللي بينقل اللعب، وهو اللي بيدافع، وهو اللي بيزيد في الهجمه، وهو اللي بيزيد في الدفاع، وهو اللي بيهدي اللعب، وهو اللي بينقل، وهو اللي بيباصي، وهو اللي بيصنع. فين كل ده من دونجا؟ بيعمل ايه؟ وهو اللي بيشوط. دونجا بيعمل ايه من كل الليله ديت؟ ما بيعملش اي حاجه الا انه بس ايه، يبين لنا عضلات في خاده. ايه يا عم ده؟ دايما نادي الزمالك دايما كان بيبقى فيه لعيبه احسن من لعيبه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي دايما كان تيم جماعي عكس لعيبه نادي الزمالك. ممكن كنت تلاقي كاسماء لعيبه احسن من لعيبه نادي الاهلي، ولكن الاهلي كمنظومه وكمجموعه بيبقوا افضل. يعني ممكن الاهلي كان بيجيب لعيبه مش قد كده، بس اول ما بيدخلها في التيم مستواه هو اللي بيعلى، عكس لعيبه نادي الزمالك اللاعب كان بيبقى جاي نجم. لكن الايام دي الزمالك بيضم اسوأ لعيبه ممكن جت في نادي الزمالك. الغلط عند مين؟ عند اللي جاب اللعيبه دي تلعب في نادي الزمالك. انت سمعت المعلق ناقص يقول قصايد على نادي الزمالك وهو بيعلق على الماتش ان حال نادي الزمالك للسنه الثالثه على التوالي ما يصعدش من المجموعات. نادي الزمالك ولا عنده خط نص ولا عنده دفاع ولا عنده هجوم. الهجوم كل الموضوع عنده زيزو مش هيلعب لوحده. خط النص مش موجود تماما. الدفاع موجود الونش، وده اللي احنا بنقوله اهم حاجه نص الملعب. ما عندكش نص ملعب مش هتنافس على اي بطوله، لان نص الملعب ده هو اللي بيزيد في الدفاع، وهو اللي بيزيد في الهجوم، وهو اللي بيهدي اللعب، وهو اللي بينقل الملعب، وهو اللي بيباصي، وهو اللي بيصنع الهدف، وهو اللي بيشوط، وهو اللي بيزيد في الهجمه. طب فين كل ده من خط نص نادي الزمالك؟ دونجا هتعمل ايه انت يا دونجا؟ بتعمل ايه انت من كل الليله دي؟ ولا بتزيد في الهجوم ولا بتشوط ولا بتصوب ولا بتحط بالهيد ولا بتصنع هدف ولا بتنقل ملعب ولا بتهدي ملعب ولا بتزيد في الدفاع ولا في الهجوم ولا بتعمل اي حاجه في حياتك. انت كل اللي بتعمله بتبين لنا في خيادك بس. لكن نادي شباب بلوزداد يفوز على نادي الزمالك ذهاب وعوده؟ لا. طب ازاي يفوز عليك في ملعبك وفي ملعبه؟ طب احنا دلوقتي بنقول ان الزمالك كان مستحيل يفوز على نادي شباب بلوزداد في ملعبه. طب ما هو فاز في ملعبك، ايه المشكله يعني لما كنت تفوز عليه في ملعبه؟ وكاسماء هو مين نادي شباب بلوزداد؟ انا شخصيا ما سمعتش عن نادي شباب بلوزداد ده الا لما لعب الزمالك الموسم ده. انا اسمع ممكن شبابة القبائل، اتحاد العاصمه، وفق سطيف، الانديه دي، لكن نادي شباب بلوزداد ما سمعتش عليه الا الموسم ده. طب انت يا عم الحاج كنت مقفل الملعب والدنيا ماشيه معاك وبتلعب على هجمه، ممكن هجمه تيجي كده ولا كده تسجل هدف بالصدفه ايا كان، وما تسجلش عليك اهداف لحد الدقيقه 70. ليه اول ما نزلت الاخ سيف ونزلت الاخ منسي فتحت الملعب على الواسع؟ ليه؟ طب ما هي ماشيه، هي كانت ماشيه وخلاص. انت بتلعب دفاعي وبتلعب على هجمه، ليه بتفتح الملعب؟ خاصه ما عندكش خط نص بيطلع بالهجمه صح وبيبني الهجمه صح، وما عندكش مهاجم بيستغل اي هجمه. ليه بتفتح الملعب بالشكل ده؟ ما تخليك مقفل زي ما انت وتلعب دفاعي ويا دوب تلعب على الهجمه. والله ممكن تصدف وتجيب هدف، وان ما جبتش ايا كان التعادل كويس، اقل ما فيها يخلينا نستنى الماتش الجاي بس. والسلام عليكم.